ودلوقتي حانت اللحظة الحاسمة، بنصور الشيفورليه بشكل حصري. يا ترى شيفورليه اوبترا ايه وضعها بقى؟ بصوا، اول حاجة هتلفت نظركم ان العربية دي حلوة قوي، العربية دي فعلا ممتازة واحسن من عربيات كتير في الفئة من ناحية التصميم. بتيجي باضاءة LED امامية، وبتيجي بجنوط بمقاس 15. الظهر عامل ازاي؟ بصوا العربية من ورا جامدة، عربية حلوة من ورا، كمان LED من ورا شكله حلو قوي، يعني العربية من ورا شكلها لذيذ بصراحة. طيب اوبترا بتيجي بموتور 1500 سي سي تنفس طبيعي. الموتور ده بيولد 98 هورس باور و140 نيوتن متر، متوصل بفتيس CVT. فتعالى بقى نخش نشوف العربيه دي من جوه عامله ايه. بجد شكلها حلو قوي، شكل التابلو بشكل عام جامد قوي. الفتيس مش عاجبني، يعني انا مش الشكل ده ما بحبوش بصراحه. دي الشاشه الوسطيه، المفروض ان هي 8 بوصه، فيها كاميرا خلفيه وفيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ودي حاجه لذيذه يعني. بس انزل بقى فنان وتعالى افرجك على اهم ما يميز العربيه دي، هي الشنطه بقى. الشنطه نفسها اما نفتحها هنلاقيها 475 لتر. ايه يا نجم، في ايه؟ افتح يا معلم. بالنسبه بقى يا سيدي لوسائل الامان، فالعربيه دي بتيجي باتنين ايرباج وABS وEBD وESP، ثبات الكتروني وتراكشن كنترول، وفيها تاير بريشر مونيتور. انا مش مصدق نفسي، فيها نظام مراقبه ضغط الاطارات. والعربيه جايه بقى بفتره ضمان برضو هي الاقوى في الفئه دي، فتره ضمان 5 سنين او 150 الف كيلو، والعربيه 50% منها مكون محلي مصري.